سلام خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم راح نبارطاجي معكم وصفه البسبوسه على طريقتي، تجي خفيفه ومعسله وبزاف بنينه. صدقوني جربوها وعينيكم مغمضين، على بالي راح تعتمدوها من اليوم ورايح. شوفوا لهنا قسمت معكم مرسو باش تشوفوا القوام تاع البسبوسه وتشوفوا لي هذيك العسيله كيفاش تجي مشربه للقلب. كملوا الفيديو للاخير هكاك باش تكتشفوا واحد المكون سري راح نضيفوا لها يزيدها بنه على بنه. صدقوني لو كان تجربوها راح تولي لكم ادمان هاد الوصفه. قبل ما نبداو في الوصفه، اذا عجبتكم ما تنسوش تخلوا لي جيم او كومنتير، ونروحوا مباشره للمقادير وطريقه التحضير. نبداو بالسيرو اللي فيه 2 كيسان سكر، وكل كاس سكر يقابلو 2 كيسان ماء، يعني 2 كيسان سكر وربع كيسان نتاع الماء. نحتاجو هنايا قرفه وشويه زعفران ولا ملون اصفر، ما نحبش العسيله تاعي تكون بيضاء، نحبها تكون شويه صفراء. نخلطها بارد في بارد حتى وين يذوب لي هذاك السكر كامل، ومن بعد نحطها فوق النار طيب. والبسبوسه تاعنا نحتاجو 5 حبات بيض، اكثر من نص كاس سكر، ونص كاس زيت، وفنجان تاع الحليب، نص كاس كاوكاو محمص ومطحون. نخلط المكونات مع بعض كما راكم تشوفوا حتى وين يمتزجونا كامل، ومن بعد راح نضيف شويه تاع زعفران ولا ملون اصفر كما تبغون نتوما. المهم الخليط تاعكم يكون شويه اصفر، ما نحبوش كي يكون ابيض، انا نبغي البسبوسه تاعي كي تكون صفراء. ولهنايا البنات عندي ميلانج ما بين السميد والفرينه، تبغوا ديروا سميد وحده نورمال. نقعد نضيف تدريجيا ونخلط حتى وين يتقالي هذاك الخليط، ما تخلوه يكون خفيف بزاف ما يكون ثقيل بزاف. دروك نوريلكم القوام اللي نتحصلوا عليه. عندي هنايا في الاخير 2 باكيات تاع خميره الحلويات، نخلطوا غير بشويه هكاك باش ما يروحلناش المفعول تاع الخميره. فوالا كما راكم تشوفوا القوام يكون بهذا الشكل. نحط الخليط تاعي بجهه ونجيب بلاطو تاعي اللي يدخل للفرن، راح ندير له شويه تاع الزيت نمشيه كامل في هذاك البلا هكاك باش نتفادى انه البسبوسه تاعي تلصق. ونحط هذاك الخليط تاعي كامل في هذاك البلا. واكيد راني ديجا شعلت الفرن تاعي من قبل على درجه حراره تكون ناقصه على الاخر، ومن بعد نشعلوا لها من الفوق حتى وين تاخذ لي هذاك اللون الذهبي كما راكم تشوفوا. وهنايا العسيله تاعي بعد ما طابت، شوفوا كيفاش تعرفوها باللي صايره هي واجده، كي ترفدوا بالمغرفه هكاك تجيكم على خيط واحد، يعني ما تقعدش تتقطع لكم. هنايا راهي واجده العسيله تاعكم. وفي الاخير ضيفوا لها واحد المكون سري واللي هو فنجان نتاع المزهر، راح يعطيها واحد الجو بزاف شباب. دروك نعسل البسبوسه تاعي، لازم تكون العسيله بارده والبسبوسه سخونه ولا العكس هكاك باش تتشربها لكم مليح مليح. فوالا كما راكم تشوفوا لهنايا من بعد ما طابت البسبوسه تاعي، شوفوا لي بسم الله ما شاء الله كيفاش جات، تجي بزاف خفيفه وتجي معسله وتجي تقطر بالبنه. صدقوني هذه الوصفه غير جربوها لقهوه العشيه ورجعوا لي لهذا الفيديو قولوا لي رايكم فيها. على بالي راح تولي لكم ادمان هذه الوصفه، لانه عندي فيها ثقه كبيره، لانه بزاف بنينه وفيها واحد الكو تاع الكاوكاو وهذيك العسيله كتجيب المزهر. المهم جربوها واعطوني رايكم فيها. نتمنى يا ربي تكون عجبتكم وصفتنا النهار اليوم، واستنوني في الوصفات الجايه ان شاء الله على طريقتي. اكيد شعارنا لهذه القناه انه كل شيء راح نحط لكم لهنايا على طريقتي. ما تنسوش تخلوا لي جيم او كومنتار.